مأساة اليومين دول وسببها الجو. وانا عارف ان في ناس كتير زيي، بس يعني انا قلت نتشارك مع بعض ونشوف حل للمأساة دي. مش عارفين نعمل ايه. فجأة الجو بعد ما كان تلج وبرد قلب بحر صيف. سبحان مغير الاحوال. بس مشكلة الناس بقى اللي زيي، هنلبس ايه؟ احنا كان الشتاء بالنسبة لنا سترة، الجاكيت بيداري الزوائد الرمضانية اللي ظهرت من القطايف والقشطوطة والبسبوسة والبلاوي المسيحة والرقاق والجلاش والدهون. في زوائد رمضانية بتظهر عند الناس اللي زيي. معرفش كم واحد منكم زيي، يقولوا لي عشان ما احسش ان انا وحيد، يعني عبروني. كنا لابسين الجاكيتات وسترة ومداريين كل التضاريس والحاجات، فجأة الصيف هجم. فمطلوب من سيادتك فجأة تلبس تيشرتات بقى وقمصان نص كم في بلاوي هتبان. انا مش انا، يعني انا بعد اللغد اللي ظهر لولا الدقن بس. انت ممكن تقف في لجنه يبصوا في الرخصه يقولوا ده مش انت، انت سارق يعني. مش عارف، قولوا لي نعمل ايه. يعني لا انت جسمك ولا لياقتك ولا سنك دلوقتي في الصيف اللي هجم فجأة ده يسمحوا في عز رمضان وفي عز القطايف والبسبوسة والكنافة انك تلبس صيفي. هيبقى شكلك بايخ. وفي نفس الوقت ما انتش قادر تلبس شتوي. مع يعني الرحمة حلوة، ما انا لو لبست دلوقتي اي لبس شتوي هبقى عامل زي الانبوبة اللي هتفرقع. هبقى عامل زي، عارفين الفرخة اللي بتبقى فسيخ في الشواية دي؟ هتبقى عامل زيها بالظبط. فانا عارف ان في ناس كتير زي، نعمل ايه؟ قولوا لي على دايت يخسسك ال 30 كيلو اللي زادوا من اول رمضان في 4 ساعات. يعني هي ملهاش حل غير كده بقى. يا اما الشتاء يرجع لنا تاني. يا ريت يا ريت والله. الشتاء سترة برضو للناس اللي زينا. آه شوفوا ايه الحل بقى، قولوا لي. صباح السعادة ورمضان كريم.